يا هلا بالمتابعين، حياكم الله وبياكم. يا الربع، انا راح اسوي لكم تعرفون الرز بالطماطم حق الاولين. يا زينها يا كانوا يسوونها. تدري كيف يسوونها يا الربع؟ كانوا يحطون اللحم يسلقونه ويعطون اللحم من يوم يفيح يطبخ، حتى ما كانوا يعرفون يزفرون من جد والله. وياخذون الطماطم يقطعونها يرمونها على كرتون، نص كرتون، يصير كبسة الطماطم، ذبيحة كاملة ويجي فيها طعم لا إله إلا الله، ويكفي 70 شخص من أول. فيها بركة العيشة ما شاء الله تبارك الله. هاي خلوكم معي في السنوات الجاية، خلوكم معي متابعين. عندي هنا الطماطم راح أغسلها. طبعا الرز هنا جاهز، رز حبة قصير. زمان كانوا يستخدمون يا متابعين رز الرصيص القديم، الرصيص القديم كانوا يستخدمونه في الكبسة بالطماطم، رز بالطماطم، ويجي فيها لذة يا الربع، شيء عجيب. بسم الله. بعد ما غسلناه يا الربع راح نقطعه ونعلمكم الخطوة اللي بعدها، لا تروحون بعيد. يا هلا، شوف الدجاج يا الربع على كبر كف يدي، هرفي جذع يا الربع. حاولوا تاخذون دجاج جذع، وخروا عن الثني وخروا عن الرباع، فخلوكم على الجذع. خلوكم عين السنوات الجاي. طبعا هنا عندي ثوم، وهنا عندي بصل، وهنا طماطم، وهنا رز حبة قصير، وهنا الدجاج. لا تروحون بعيد، خلوكم بعيد. ما شاء الله تبارك الله. عندي الرز حبة قصير، وعندي طماطم، وعندي الدجاج هذا الهرفي على قولهم، وعندي مرق ماجي، وعندي زيت زيتون، وعندي بصل، وعندي ثوم. لا تروحون بعيد يا الربع، راح اعطيكم الخطوة خطوة. والله ان شاء الله جربونا تدعوا لي. حلوة، يذكرنا بالايام الطيبين الاولين. يا ما شاء الله. بسم الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد. احمد الله على النعمة اللي احنا فيها. اللهم لك الحمد. فلا أنت خالقنا سبحانك، لا إله إلا الله. دوما لك الحمد في السنوات الجهل الجاية. والخلوات. هلا بالمتابعين. أول خطوة نضيف الزيت الزيتون. ركزوا يا الذيابة، ركزوا. بعدين وش نضيف يا الربع؟ نضيف عليها البصل ما شاء الله. بعدين نبدأ نحركها ما شاء الله، حمسه لين يعطي لون. خلوكم معي في السنوات الجاية. طبعا شوفها بعد ما صار البصل ها بهذا الشكل. ها وش نسوي يا الربع؟ نضيف عليها الثوم، نضيف عليه الثوم. ها شيء خفاف يا خلاص. هذا الثوم ها نحطه بهذا الشكل. شوف هذا حقة الاولين يا ما شاء الله. شوف ليش انا حطيت الثوم في الاخير؟ لان الثوم من النوعية اللي على طول يلذع فيه عشان ما يحرق. عرفتوا متابعين؟ ويعطي نكهة في نفس الوقت. ما شاء الله على الريحة ما شاء الله. ابى ازيد شوي. ها كذا كافي، كذا كافي يا متابعين. ها شوف كيف ما شاء الله شيء. بعد ما صار لونه بهذا الشكل بسم الله. ها نرمي الطماطم. شوف كيف الطماطم يا الربع. ها نبدأ نحركه. ترى يا الربع اقدر ارمي عليها الدجاج، بس اذا رميت الدجاج بيستوي الدجاج والطماطم ما ذاب معي، فلازم ارمي الطماطم من بدري على اساس ياخذ وقت لين يصير ايش اسمه، يصير ذايب نفس الطماطم. خلوكم معي في السنوات الجايه.
بعدين وش نسوي الربع؟ نضيف عليه مرق الماجي. بعدين عندي هنا بهارات الفهد، بهارات الفهد. يا سلام على بهارات الفهد، بحط لكم رابطهم لا اوصيكم جربوا وتدعون ابو عبد الله. نبي نحط الحين بهارات الفهد. بسم الله بسم الله. ها شو ها بسم الله. ها خلاص كذا كافي. انا عندي كافي كذا بالحين. هذه بهارات الفهد، حطينا مرق الماجي. نبي نقلبه لين يذوب معنا الطماطم. بعدين نعلمكم الخطوه اللي بعدها. بسم الله. الله تبارك الله يا الربع. انا كيف حمشتها. شوف حتى بدا يمسك من اسفل. ها حرك بهذا الشكل. ابغاه يطلع بالشكل حق الاولين. يا سلام. طماطم بدون صلصه ترى يا الربع. اللهم البصل احمسوه شويه. الان وش نسوي يا الربع؟ نضيف عليها المويه. شوفها ونخليه ياخذ وقته يطبخ وياخذ راحته. اي نعم. ها يا سلام. ها نخليه ياخذ وقته يمخمخ. بعدين نعلمكم الخطوه اللي بعدها. خليكم مع نفس نبات الجعل. تابعين يا الربع. في ناس يقولون ابو عبد الله انا بك لا يكون فيك شيء. الحمد لله. الله يحفظكم ويحفظني ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات. يا حي يا قيوم. والله يا الربع نشاش راسي. دورت العصبه حقتي ما لقيتها. قلت يا ولد ما في الا المنديل. امسكه واحطه على راسي. يا ولد اذا بغينا العيشه وبغينا نسوي العيشه ويشوش روسنا نلقى اي شيء ونعصب على روسنا لو حديد حتى. الربع تدرون ما شرفني؟ واحد يقول جاي من المدرسه يا الربع ذابح الجوع الجوع الجوع. يقول بابا انا جوعان يا بابا. انت تقول بابا ولا ابوي؟ ابوي. اها شفت كيف؟ تعال تبغى تفقع وجهك. شلونك عبود؟ طيب الحمد لله. قولوا متابعين انتم طيبين؟ طيبين الحمد لله طيبين. يسألون عنك يا عبد الله. الحمد لله. انت طيب؟ طيب الحمد لله. عبد الله مشتهي الكبسه مشتهيها انت؟ اي المشتهية وسمبوسة ابغاهم. يا الربع هذا بيشغلني عن طبخي. الله يحفظه بس الله يحفظه. لو انها خلاني اطبخ واخذ راحتي. الحين قمت اربش يعني صرت اخاف. جيت اطبخ ليش؟ لان المعلم موجود. فانا دائما لكن الله يهديه بس. انت وراي يا عبد الله؟ اي وش المكونات اللي حطيتها؟ يا معلم رجاء يا معلم بعد السنابة سوف اتكلم معك. ما هي المكونات وما هي؟ إيه. ها؟ إيه. لا تحرجني امام المتابعين انك انت متابعين. هذه مناديل ما هي عصبة. هذا كيف بس عصبة. شوفوا كيف ما شاء الله. نخليه يطبخ لين يذوب معي الطماطم عشان بعدها ارمي الدجاج واعطيه 3 دقائق وبعدين على طول ارمي عليها الرز. خلوكم في السنابة جاي. بسم الله. الان اضيف عليها الملح. الملح اذا طبخ والله يا الربع يضبط النكهه يضبطه. كل ما اخذ وقته كل ما ضبط زي القهوه. كل ما اعطيته زان القهوه. كل ما هذا نفسه الملح اذا حطيته في المرق كل ما اخذ زان الطعم وزان واخذ لين يضبط معكم الكبسه. خلوكم معي السنابة الجايه. هلا يا عبود. الان نحط بعد ما راب وبعد ما ذاب الطماطم نحط الدجاج بهذا الشكل ونخليه يا الربع حق 2 3 دقائق. بعدين اكبس عليها الرز. خلوكم معي بالسنابة الجايه. بعد ما اعطينا الدجاج 3 دقائق 4 دقائق لان الدجاج يا الربع وزن 650 مو مثل ابو 800 و900 و1000 و100 و1000. الان نضيف عليها الرز. ها شوف هذا خلاص كذا كافي. الان وش نسوي؟ نحرك بهذا الشكل. ها شوف ها بهذا الشكل. شوف ما شاء الله تبارك الله. نخليه بهذا الشكل. شوف خلاص كذا كافي. خلوكم معي بالسنابات الجايه. يا هلا بالمتابعين. الان عندي هنا كزبره وبصل وطماطم وبعطيها ليمون. اقطعه مع كبسه الطيبين الاولين شيء. خلوكم معي بالسنابات الجايه. ما شاء الله. نضيف عليها الفلفل. ها يا سلام.
ما شاء الله. يا الربع مساكم الله بالخير. يا الربع في حساب اتمنى ان الجميع يضيفه، حساب مفيد وجميل وغير مخل للادب، يعني محافظ ولكن في نفس الوقت متنوع، وصدقوني راح والله العظيم ان حسابهم جميل ومفيد. ما شاء الله تبارك الله. شوف يا الربع، شوف كيف شوف ما شاء الله، شيء ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوف يا الربع كيف الرز، ها شوف كيف يا الربع، ها شيء، ها شوف كيف يا الربع، ها هذه بالطماطم. يا الله شغل الاولي شيء. خلوكم معي في السنوات الجايه. ما شاء الله يا الربع انا كذا جاهز. ها بسم الله، بسم الله كذا جاهز. بسم الله. وش نسوي يا عبد الله؟ شو اقربك اقرب. شو عبد الله، شو ما شاء الله. هذا شغل الاولين. ها هاي شو كيف عبد الله، عندك هنا. شو هذا شغل الاولين. ها شو هذا بالطماطم، شغل بالطماطم. ها يا سلام. ها شوف من بعيد عبد الله، من بعيد ايوه. هذا الشغل بالطماطم. ها قرب هنا. ما شاء الله. شوف هنا عبد الله هنا شوي. ها يا سلام. هذا الكبسه بالطماطم حق الاولين، الله يغفر لهم ويرحمهم، وشغلهم ونفسهم طيب. شوف عبد الله شوف الحكايه، شوف يا زي شغلهم. ها شوف ما شاء الله عبد الله. خذ بها جوله كذا على مهلك عشان يبان الحبه مع الدجاج. وهذه السلطه يا عبد الله يا سلام. سلطه كزبره وبصل وطماطم وملح فقط. هذه نهايه الكبسه. يا زين الاولين ويا طيبهم ويا زين نفسهم في العيشه، يا زينهم. هذه النهايه، طبخ الكبسه بالطماطم، طبخه الاولين. ابو عبد الله حياكم الله. ما شاء الله يا الربع على الطماطم. ترى يا الربع مشاهي مره. ها شوف الدجاج مستوي، كل شيء على ما يرام. ها بس يا الربع تبغى اقول لكم الصدق، شيء يا الربع. شو يا الربع، ها شو ما شاء الله تبارك الله. ها ما شاء الله بالطماطم على مستوى طعم ونكهه ما شاء الله تبارك الله. يا الربع اللي ما تغدى لا يدخل سنابي، الله يحفظكم. اللي ما تغدى لا يدخل سنابي رجاء، واللي تغدى يدخل سنابي يقول ما شاء الله تبارك الله يحفظكم. شوفها ما شاء الله. ها شوف والله الربع فيه طعم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.